اليوم الرابع من معسكر لم منهج الثانويه العامه كله في 35 يوم. انا صراحه ما عنديش وقت خالص ان انا اطلع اصور فيديوهات، فهصور لكم فيديو كده. وعندي بكره اصلا امتحانين، امتحان تشريح وامتحان فيزياء، فدعواتكم بقى. ايه رايكم بقى في الخط بقى والرسم؟ انا رسمه ده على فكره، وانا اللي كاتبه كل الكلام ده. ما علينا يعني. بص دلوقتي المفروض ان احنا النهارده في المهام بتاعه اليوم الرابع كان المفروض انه يكون علينا الحركة في الإنسان والنبات. احنا اوريدي خدنا الدعامة في أول يوم خالص في المعسكر، خدنا الدعامة في النبات والإنسان وخلصناها. فالنهاردة المفروض إن احنا علينا الحركة، وكده نكون خلصنا الفصل الأول أحياء. وعلينا الدرس الأول عناصر انتقالية، والدرس الأول عضوية. يعني انت المفروض هتاخد النهاردة الدرس الباقي من الفصل الأول أحياء، وهتاخد الدرس الأول كيمياء عامة، والدرس الأول كيمياء عضوية. ده المهام بتاعة اليوم الرابع. سلمى، هو ده في المنهج المتراكم بس ولا ايه؟ لا، هو في المنهج كله بتاع الثانويه العامه. سلمى، بالمهام دي هنخلص المنهج في 35 يوم. انا عندي فكره ليكوا، تمام، وعايزاكم كلكم تشاركوا فيها. يعني ده مش اوبشن بالنسبه لكم. دلوقتي طبعا احنا عندنا ناس كتير قوي الحمد لله ماشيين على المعسكر ده، فانا عايزاكم انتوا كمان تصوروا فيديوهات. هتصوروا فيديوهات عادي، مش عايزاكم تظهروا بشكلكم او اي حاجه. هتصوروا فيديوهات وانتوا قاعدين بتذاكروا عشان تتحمسوا، ونزلوا الفيديو على التيك توك واعملوا لي منشن على حسابي سلمى هلال، وانا هعمل لكم ريبوست عندي في القناه. فعايز اي حد بقى هيبدا يشارك في المعسكر معانا، حتى لو هيبتدي النهارده من اليوم الاول، ان هو يصور فيديو كانه قاعد بيذاكر عادي جدا، او حتى ان هو يتكلم زي كده زي ما انا بتكلم. مش شرط ان هو حتى يقعد يبين بقى ويقعد يعملوا حاجات غريبه كده هما بيذاكروا. وبعد كده تنزلوا الفيديو ده على التيك توك، وتكتبوا مثلا اليوم الاول من معسكر 35 يوم الثانويه العامه، وتعملوا لي منشن شوف انتوا بتذاكروا ازاي وماشيين ازاي، وانا ان شاء الله هرد عليكم وهعمل لكم كمان ريبوست عندي في القناه. فيلا بقى، مستنيه الفيديوهات بتاعتكم والمنشنات بتاعتكم. طيب خلونا بقى نقولها ازاي هنذاكر احياء. انا قلت قبل كده ان الحقيقه فيها جزء كبير جدا 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 حفظ، وبالذات الفصل ده هيقابلك حفظ قد كده، وحتى الفصل التاني بتاع الهرمونات هيقابلك حفظ قد كده. ولكن اكتر حاجه رخمه في الفصل ده بتاعه الحركه، اللي هو جزء الانقباض والشد العضلي والكلام ده. جزء مهم جدا لانه لا يخلو من امتحانات ثانويه عامه، فلازم حضرتك تذاكره كويس. تمام يا سلمى؟ تمام. طيب ايه تاني؟ المفروض حضرتك وانت بتسمع المحاضره بتاعه الحركه، اكتب ورا المستر باللغه العاميه هو بيشرح ازاي بيتم الانقباض العضلي. اكتب باللغه العاميه بعد اذنك الجزئيه دي بالذات، عشان انت مش هتفهمها وتضطر تعيد الفيديو تاني وتقعد تضيع في وقت. لا، اكتبها من الاول كده باللغه العاميه ورا المستر اللي انت تسمعه، ايا كان المستر ده مين. وانت بتيجي تحل احياء عموما، انا ما كنتش ببص الاجابات، انا كنت يعني بقرا السؤال وبتوقع انا الاجابات، وبعد كده اشوف الاختيارات، لان للاسف الاحياء كنت بحس ان كل الاجابات صح. فانت امشي بالطريقه دي، وواحده بواحده ان شاء الله الموضوع معاك هيبقى سهل جدا، وبعد كده هتقفل باذن الله احياء. مش قصدي انت تقفل تجيب 60 من 60، قصدي ممكن مثلا تعدي ال 50 في الاحياء، لان الاحياء يعتبر اصعب ماده عندك، ان انت تقدر تعدي فيها اصلا ال 50. يعني دي اصعب ماده في المواد العلميه عندك. الكيمياء ممكن تقفل، الفيزياء ممكن تقفل، العربي تقفل، الانجليزي تقفل، لكن الاحياء دي صعبه جدا. الاوائل الجمهوريه اصلا في منهم مش بيكونوا مقفلين. تمام. بالنسبه للكيمياء سهله جدا جدا جدا. انا اصلا كنت منزله لكم الدرس الاول على فكره بتاع العناصر الانتقاليه ده، كنت منزله لكم على التيك توك، وكنت منزله لكم الدرس الاول كيمياء عضويه، كنت شرحها حرفيا في 3 دقايق وشرح فيه كل حاجه. فانت تسمع المحاضره وما تكتبش ورا المثل، لان اوريدي كل حاجه موجوده عندك في الكتاب. ولكن مهم جدا في العضويه بعد ما تخلص كل محاضره لازم 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 تعمل سكيما ليها. الدرس الاول العضويه المقصود بيه، عشان هتبعت لي برده مسج هل يا سلمى مقصود بيه المقدمه ولا مقصود بيه الالكان؟ لا، مقصود بيه المقدمه، اللي هو تجربه الكشف عن الكربون والهيدروجين. وعايزه اقول لكم ان انا شرحت لكم على فكره الجزئيه دي في صوره قصه. فاكرين القصه بتاعت الكيمياء العضويه ان انا كنت بحكي لكم حكايه الكيمياء العضويه؟ هتلاقوا الفيديو مثبت على قناه اليوتيوب. اسمعوا الحلقه دي مهمه جدا. انا كنت عامله الحلقه الاولى في مسلسل الكيمياء العضويه. اسمعوا اول حلقتين، حرفيا مش هاخد معاكم 10 دقايق بالظبط، حرفيا هكون لميتوا الدرس كامل. والله العظيم يا جماعه، الدرس الاول بتاع المقدمه انا لمه لكم في 10 دقايق، موجود على قناه اليوتيوب. تمام. اسمعوه، يعني اسمعوا الحته دي مني انا. تمام، يعني حرفيا مش هاخد معاك 10 دقايق، وخلي بقى الوقت الباقي الجزء بتاع الحركه. وزي ما طبعا قلت لكم ان انا منتظره المنشنات بتاعتكم، حتى اللي على اليوتيوب مفيش مشكله ان انت تشجع نفسك، ومش لازم تصور كل حاجه انت بتعملها، بس تصور انت بدات. بجد الموضوع ده هيشجعك جدا ان انت كل ما بصوا هقول لكم تعملوا زيي. بصوا هنعمل كده مثلا تو دو ليست. تمام. بعد ما نخلص كل حاجه بنبدا ان احنا ايه، نروح نعمل علامه صح. مش عارفه القلم بس كده ليه، ما علينا. وبعد ما نخلص كل حاجه تبدا تعمل علامه صح. بجد الموضوع ده هيحفزك جدا. ابدا صور في الاول كده، هتبقى تو دو ليست فاضيه، وكل ما تخلص جزء تعالى ورينا في الفيديو واعمل علامه صح. وده من المهام اللي انت المفروض تخلصها. تمام. بجد الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا، وهيخليك فعلا انت تنتظم في المعسكر ده. حتى لو هتبدا من اليوم الاول زي ما قلت لك وانت شايف الفيديو دلوقتي، قوم صور. عايزاكم كلكم تشاركوا معانا واعملوا لي منشن عشان بقى اشوف الفيديوهات بتاعتكم بتذاكروا ازاي، وارد كمان عليكم في الكومنت.